السلام عليكم خوتي خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. وصفه اليوم خبز تركي خفيف بزاف. راح نصنع خبزه كبيره. نبداو على بركه الله. بسم الله. عندي فارينه، عندي كاس، عندي الكاس الثاني، نزيد نص كاس، يعني 2 كيسان ونص. عندي كاس حليب، عندي نص كاس ماء سخون، عندي خميره 2 ملاعق، عندي ملح. نخلط المكونات هذو. الفارينه راهي قدامي، كي تخصني الفارينه راح نزيد. نزيد دوكا عندي نصف فنجان، نقولوا 4 ملاعق زيت، هو 3. ندخلوا الزيت مليح في الخبز. خياتي، واذا كانت عندكم الفارينه هذيك اللي تطلق الماء ما تشربش بالخف، زيدوا الفارينه. ما لازمش تجي جاريه، ما لازمش تجي يابسه، يعني كما راكم تشوفوا تتلاصق. والفارينه ما نعجنوهاش، تبغي تتخبط برك. كي تغلبكم العجينه في هكا في صبيعتكم، غسلوا يديكم. راح نغسل يدي انا، غسلت يدي. دوك نزيد نخبطها شوي. عندها بيتخا تستعملها احسن. انا نبغي يديا، ما نبغيش. هذا يكفي. نغطيها ونخليها ترتاح حوالي 10 دقائق. نولي ليها. العجينه تاعنا راهي خمرت. نحطوها بشويه فارينه. نرش، ندير فارينه هكذا. نخرجوا لها هذاك لي غاز تاع الخميره. نخليها هنايا واحد 5 دقائق، نجي نخبزها. بعد ما ريحت الخبزه هاد العجينه، نجي نحلها بهذه الطريقه. البنات هذوك اللي راهم يتعلموا، لانه شحال من وحده راهي تبعث لي وتقول لي منا شوفي اختي، لازم تتفرجي كامل الفيديو بكامل التفاصيل، ماشي تفوتي تروحي من الدقيقه الثانيه تصوتي للدقيقه السادسه ومن بعد تقولي ما فهمتش. اللي حابه تتعلم ما تتفرج، كاين مراحل لازم تفهميها.
انا راح نديرها خبزه كبيره في سنيوه كبيره. كيما هاك. جيب سنيوه هذه كبيره درت لها زيت، نخليوها تخمر كامل يعني حتى تطلع، نخليها تخمر ما نمسوهاش دوكا حتى وين تخمر. نغطيها ونخليها كي نلقاها خمر نعاود نرجع. ما تخمرت الخبزه، شوفوا العجينه تخمرت كامل تما راهي لحقت الفم تاع السنيوه. نجيب صفر بيضه، عندي ياغورت ناتور هذه ندي منها شوي، ندير ملعقه زيت، نخلط. نجيب الخبزه نديرو بهادو هكذا، نديرو في الفارينه، شكلوها غير بصبيعتكم. ندهنها دوكا بهذا الخليط. بعد ما دهنتها كامل بهذاك الخليط نجيب سانوج ندير في هذوك المكعبات اللي درتهم بالديكوراسيون. عندي جلجلان، ندخلها طيب على درجة حرارة متوسطة. كي تبدا تتحمر من تحت نشعل عليها من الفوق والناحية. هايكم طابت الخبزة، حمرتها الله الله ما شاء الله. دوك تبعي بدات كانت يابسة، بدات شوفوا كي تبرد مليح نقلبها ونقطعها قدامكم. بدت الخبزه تاعنا كيف ولات طريه بونج وكيف حمارت من تحت. نقسموها بسم الله. نكمل نقسمها كامل. شوفوا البنات الله يبارك،
شوفوا هايل هايل بزاف شباب. بونج في واحد الكو ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم هذا الوصفه سهله بالبزاف، يعني ننصحكم ديروها خياتي، وديروها هكا يعني قبل الاذان اذا درتوها في رمضان بواحد ساعه فقط باه تخرج لكم سخونه. قدمت مع شربه فريك مع عصره قارص وترشي بالحار سلطه نموت عليها. صحفت لكم خياتي ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله، والى الملتقى.